السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الجزء الثاني من التراكنج الخاص بكورس اي كوميرس ادز كراش كورس. أنا حبيت أفصل الجوجل تاج مانجر علشان ناخده من البداية خالص. أنا شايف إن هو أصح حاجة، فهمشي في الخطوات بتاعته بالترتيب وبكل سلاسة بإذن الله تعالى. خلونا بس نتعرف ايه هو تاج مانجر. تاج مانجر هو تول من جوجل، او تول جوجل اشتريتها بتربط ما بين الويب سايت بتاعك وما بين الادز بلاتفورم، او اي تول انت ممكن تستخدمها. حرفيا انت ممكن تسطب اي حاجة على الويب سايت بتاعك باستخدام جوجل تاج مانجر، وتسطب الايفنتس بتاعتها وتبدأ تقراها من على التول بتاعت الاناليسز، سواء هتكون جوجل اناليتكس او هتستخدم اي تول تانية بقى، ميكس بانل، ريداش، وات ايفر انت ممكن تكون بتستخدم تولز عاملة ايه في الاناليسز. جي تي ام هيساعدك في اللي انت تسطب الحاجات دي. ليه؟ لان هو باختصار مش بيحتاج ان انت تعدل كل شويه في الكود بتاع الويب سايت. انت بس بتحط جوجل تاج مانجر عندك على الويب سايت، وبعد كده بتقدر تحط الاجواد بتاعتك عليه باستراكشر معين. مش بيبوظ الدنيا على الويب سايت، ولو حاجه باظت مش هتسمع هناك. وتقدر تحلها طبعا بكل سهوله. غير ان هو بيلود كل الاكواد وكل الحاجات على تاج مانجر، فمش بيتقل الويب سايت بتاعك، وبيخلي الدنيا بتاعتك اسرع. طيب، احنا هنمشي على خطوات في الحته بتاعت جوجل تاج مانجر، بالسيت اب بتاعه، ازاي هنعمل التراكنج بتاع تيك توك عليه وكل الحاجات دي. بس انا في البدايه حابب ان احنا نشرح اصلا ايه هو جوجل تاج مانجر. فاحنا هناخد جوله كده عليه، ازاي اصلا بنعمل اكونت وازاي احنا نتعامل جواه، وبعد كده نبدا نسيت اب تيك توك. انت بتفتح جوجل تاج مانجر بالشكل ده، بيقول لك كرييت اكونت. فانا بالنسبه لي مثلا هنسميه ذا بيرفورمانس سكواد، والبلد بتاعتنا مصر. وهنا انا بحط اسم الويب سايت بتاعي علشان اكون مفرق. الويب سايت اللي احنا شغالين عليه طول التراكنج في الورد بريس ده اسمه. هناخده هنا، نحط الويب سايت بس من غير العلامات دي، واقول له ان هو انا هتراك بيه ويب سايت بس، وكرييت. انا كده بقى عندي اكونت على جي تي ام. دي اول خطوه. احنا بقى عندنا الاكونت. هو اصلا اول ما بتفتح الاكونت بيقول لك ضيف لي الاكونت ده عندك على الويب سايت، خد الاكواد دي، حط ده في الهيدر وحط ده في البودي واربطه. احنا ممكن بسهوله لو جينا هنا، وكنا اتكلمنا في الجزء اللي فات على الانسيرت هيدر فوتر اللي موجوده عندنا، اللي احنا بنستخدمها، وازاي احنا ممكن نحط الكود اصلا بتاع جي تي ام هنا بكل سهوله. بس انا هستخدم بلجن تانية افضل. انا هوريك انت ممكن تحط هنا في الهيدر وده البادي بكل سهوله. بس انا حابب ان احنا نستخدم بلجن تانية هتكون افضل، والبلجن دي اوريدي انا عامل لها سيت اب، اسمها جوجل تاج مانجر. انا هوريك بس شكلها بيكون عامل ازاي. دي جوجل تاج مانجر في الورد بريس. هوريك برضو اللوجو بتاعها علشان لو هتدور عليها. تيجي هنا في السيرش بار، تكتب الاسم زي ما هو كده، جوجل تاج مانجر في الورد بريس، وهتلاقيني عامل لها انستول. هي اللي لونها برتقاني دي. وهنعرف ليه دلوقتي، يعني احنا هنعرف حالا ليه دي افضل بلجن بالنسبه لي، وليه ما حطيتوش في الهيدر. لان زي ما اتكلمنا، او زي ما هنتكلم كمان على المميزات اللي البلاتفورم بتوفرها. فهنا الجي تي ام حاطط مميزات ليها علاقه بالاي كوميرس، واحنا هنلاقيها دلوقتي وهنفعلها كمان. طيب نرجع لجي تي ام. احنا خلاص سطبنا البلجن، فانا مش هاخد الاكواد دي خلاص بقى. انا هاجي اخد ده، هاخد ال الكود بتاعه، وهرجع عندي على الويب سايت بتاعي.
على فكرة احنا كده ماشيين في الخطوات دي. اول خطوة احنا هنسيت اب جي تي ام. هرجع على الويب سايت، هلاقي هنا في السيتنج جوجل تاج مانجر. هاجي هنا كده واروح حاطط الكود ده، واتاكد ان الاعدادات بتاعتي ان ده اون، ده تمام. سيف تشينجز. طيب انا هرجع له الحته تانية دلوقتي في التراكنج، بس تعالى بقى نروح على تاج مانجر. تاج مانجر المفروض كده ان هو سيت اب. طيب اعرف منين اللي انا سطبته عندي على الويب سايت بتاعي؟ زي ما في اكستنشن كانت بتعرفنا التيك توك، احنا برضو في اكستنشن بتعرفنا تاج مانجر. فاحنا هنفتح الويب سايت ونشوف هو متسطب ولا لا. الاكستنشن دي اسمها جوجل تاج اسيستنت ليجنسي. تمام. ماشي، هو لسه ما قراش اللي احنا حطيناه. تمام، قرا اللي احنا حطيناه اهو. هو هنا حاطط كود جي تي ام اخره كيو 6. تعالى بقى نبص هناك. جي تي ام اخره كيو 6 كده، هو قرا تمام. انا اتاكدت ان هو اتربط عندي على الويب سايت بتاعي. هرجع هنا بقى. دي اول خطوه انا محتاج اعملها في التراكنج بتاعي. و تاني خطوه طبعا اللي انا هفعل عليه حاجه اسمها انهانسد اي كوميرس. هنتكلم عليها، بس انا هاخد كده لمحه على جي تي ام. جي تي ام يا جماعه زي ما احنا قلنا هو تول بتساعدني ان انا احط الاكواد بتاعتي كلها، اربط اي تراكنج هستخدم، اي تراكنج تول هستخدمها على الويب سايت بتاعي. دي الانترفيس بتاعته بيحاطط لك هنا نيو تاج لو انت عايز تحط تاج. تاج معناها ايفنت، يعني الايفنت هتلاقي كل بلاتفورم بتسميها ايفنت، هنا على جوجل بنسميها تاج. فانت لو عاوز تحط تاج، عاوز تحط ديسكريبشن للفيرجن اللي انت فيها دي، عاوز تتفرج على الورك سبيس اللي انت فيها، التغييرات اللي انت عملتها والكلام ده كله، انا ما يهمنيش دول قد ما يهمني الحته اللي انا هقرب عليها دي. ايه الثلاث حاجات دول اللي بيتبني عليهم جوجل تاج مانجر؟ التاجز، وهي الايفنتس اللي بتحصل او الاكشنز اللي بتحصل على الويب سايت لما اليوزر بيدخل عندك. والتريجرز، التريجرز دي اللي بتخلي التاجز تفاير. يعني بقول له لما تلاقي التريجر ده، التريجر يعني حاجه بتولع فيها، عشان كده احنا بنقول تفاير اصلا. التريجر ده اول حاجه اللي بتصطادها، الحاجه اللي بتخليها تفاير. آه، ده بيوصف اللي بيخلي ده يحصل. بمعنى ايه؟ احنا قلنا المره اللي فاتت ان هي عباره عن اكواد، والاكواد دي الويب سايت بتاعك مش هيفهمها ولا البلاتفورم هتفهمها. يعني هو انت بتنقل اكواد علشان تفهمهم، هم مش فاهمين الاكشن اللي اليوزر بتاعك بيعمله. فلو قلنا مثلا ان انت عامل بيرشز، فالبيرشز ده هم مش فاهمين ايه البيرشز اللي انت عملته ده، يعني ايه بيرشز. فانت بتقول له ان البيرشز ده يعني ان الشخص وصل لصفحه الاوردر ريسيفد او ثانك يو بيج. فالثانك يو بيج هنا تعتبر تريجر. ايه التاج اللي هيفاير بيرشز. فدول معتمدين على بعض بشكل كبير جدا. نيجي بقى للفاريبلز. الفاريبلز دي المتغيرات بتاعه الايفنت او التاج اللي حصل. يعني ايه؟ احنا دلوقتي قلنا ان هو لو وصل للثانك يو بيج يبقى هو عمل بيرش. البيرشيز ده جواه اسم المنتج، جواه سعر المنتج، جواه العملة بتاعت المنتج. الحاجات دي اسمها ايه؟ اسمها متغيرات. فدول الثلاث حاجات الاساسيين اللي بيتبني عليهم تاج مانجر. فولدرز بقى وتمبلتس دي حاجات اللي انت تقدر تحتفظ، واللي انت تقدر تجيب تمبلتس جاهزه البلاتفورمز بتوفرها لك، ودي اوريدي احنا هنستخدمه النهارده. طيب قبل ما ادخل بقى في الحته دي، انا كاتب اللي احنا تاني حاجه هنعملها، اللي احنا هنعمل حاجه اسمها انهانسد اي كوميرس. وده سبب اللي احنا سطبنا البلجن دي اصلا. هاجي هنا في البلجن. ايه انهانسد اي كوميرس؟
البلجن بتوفر لك ان هي تحط لك كل الايفنتات بتاعت الاي كوميرس عشان تقدر تتراكها بشكل صحيح، او تعمل لك استراكشر، كودنج استراكشر عندك على الويب سايت تراكابل، نقدر اللي احنا نتراك. فانا هاجي هنا عند انتجريشنز وهدوس على وو كوميرس، وهتاكد ان تراك انهانسد اي كوميرس معمول عليها صح، وهنعرف ليه دلوقتي لما نلاقي الموضوع سهل في التراكنج بتاعنا. طيب انا عملت عليها صح، عاوز اتاكد دي شغاله ولا مش شغاله. اعمل ايه؟ هقول لك تعالى هنا على جي تي ام، واقول له انا عايز اعمل بريفيو للويب سايت بتاعي. بريفيو لايه؟ احنا ما عملناش اي حاجه. هقول لك انا بس عاوز افرجك الانهانسد اي كوميرس عملت ايه في الويب سايت. كونكت. ادي الويب سايت بتاعنا. ندخل على اي منتج، على المنتج ده مثلا. انا دخلت على الصفحه بس، يعني عادي دخلت على الصفحه. هرجع هنا، هاجي عند الداتا لاير. بصوا دلوقتي مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه في السمري. طيب تعال بقى نرجع للصفحه. بص الفرق، شايف الصفحه دي اللي احنا دخلنا عليها اسم المنتج اهو. بص الداتا لاير اللي احنا لسه مفعلينها وفرت لي معلومات عامله ازاي. كل المعلومات اللي موجوده، الحاجات اللي رايحه واللي جايه وكل حاجه موجوده. اسم المنتج اهو، والفاليو بتاعته هنلاقيها تحت. كل حاجه موجوده، البرايس بتاعه اهو، والايتم كاتيجوري كمان موجود، وده ريتيل. كل حاجه، الاي دي بتاعت الصفحه دي وفرت لي كل المعلومات. فانا لما اجي اتراك، انا بقى عندي معلومات كفايه اقدر استخدمها في التراكنج بتاعي. طيب نرجع بقى للموضوع بتاعنا. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ احنا عملنا انهانسد اي كوميرس، هنيجي نسطب تيك توك بيس كود. ايه البيس كود ده؟ ده الكود الاساسي بتاع تيك توك اللي لازم يكون موجود في كل الصفحات علشان تيك توك يقدر يقرا كل الويب سايت بتاعك. طيب ده انا هجيبه منين؟ انا برضو هنا حبيت ابدا معاكم من البدايه. انت هتدخل على تيك توك، هتدوس تحت اسيتس دي هتلاقي ايفنتس، هتدوس على ايفنت. هتلاقيه بيقول لك انت عاوز تتراك ابلكيشن ولا ويب. هنختار ويب بقى عندنا. وهدوس كده اللي انا عاوز اكرييت ويب ايفنت. هيقول لي سمي البيكسل بتاعك، هقول له ذا بيرفورمانس. وانا يعني الافضل ان انت تسميه باسم الويب سايت، بس في واحد باسم الويب سايت ده قبل كده، فانا هسميه ذا بيرفورمانس سكواد. هيقول لك بقى انت عاوز تتراك ببيكسل عادي ولا باي بي اي. في كل الاحوال يا جماعه احنا مش هتفرق معانا في الحته دي. ليه؟ لان احنا هنستخدم تمبلت دلوقتي. فانا هفضل ان انا اتراك باي بي اي. هقول له اعتبر ان ده اي بي اي عشان ياخد معلومات اكتر عن العملاء بتوعي. هيقول لي هتتراك الموضوع ده اوتوماتيكلي بحاجه من البارتنرز بتوعنا، ولا هستخدمها مانوال. وهوريكم لو لقينا دلوقتي بارتنر جوجل هناخد جوجل ازاي، ولو لقينا السيت اب المانوالي هناخده ازاي. طيب تعالوا نروح هنا، هتلاقيه هو بيقول لك اهو. بصوا وو كوميرس موجود. طيب هل الانتجريشن ده هيودينا على طول على جي تي ام؟ لا، مش هيودينا على طول على جي تي ام. فانا هرجع، انا مش عايز احطه على ويكم. انا اقول له انا عايز اسطبه بمانوال. انا اللي يا عم اللي هاخد الكود بتاعي اسطبه بنفسي. هيدخلني في صفحة تانية. الصفحة دي فيها عبارة عن كود. الكود ده المفروض يكون عندي على الويب سايت، بس هل الكود ده بشكله ده اللي المفروض يكون على الويب سايت؟ لا. انا لو هحط على الهيدر بتاع الويب سايت بيبقى البيس كود، ما بيبقاش الكود ده. طيب وده احنا قلناه في الفيديو اللي فات على فكرة، لا ازاي نحط البيس كود في الهيدر. انا هنا هاخد الكود بتاع الاي بي اي، وهروح افتح هنا اي دوكس. ليه؟ هقول لكم ليه دلوقتي. اعمل كوبي. شايفين الكود ده او بيكسل كود اهو؟ ده كده الكود بتاعنا بتاع تيك توك. تمام تمام. نرجع بقى لجوجل تاج مانجر. انا عاوز اسطبه.
في الطرق اللي فاتت لقينا اللي احنا بنروح وبنيجي وبنعمل وبنسوي، والطريقة القديمة ان الناس كانت بتعتمدها بيروح جاي كده ويعمل نيو تاج ويروح عامل كاستم اتش تي ام ال. كاستم اتش تي ام ال يعني هو هيحط كود وبيروح رازع الكود بتاعه حاطه هنا، وزي ما قلنا مش هيبقى الكود اللي احنا خدناه، يبقى البيس كود. طيب انا مش هعتمد الطريقه دي، انا هعتمد طريقه اسهل. النهارده انا بقالي يومين، يمكن ده سبب تاخير الفيديو، بدور على اسهل الطرق اللي تكونفرت معاك. يعني التراكنج بحر يا جماعه، وفي حاجات كتير جدا، وكنت ممكن اطلع اشرح كل الحاجات بتاعه الاكواد. بس انا شرحت قبل كده حاجات الاكواد لناس ومعايا في الشغل وناس اصحابي، دايما كانت الموضوع ده بيوقعهم، فكره ان انت تحط كود. فانا جربت وجبت كل الطرق اللي تكون سهله معانا، واللي احنا ما نقدر يعني ما توقعناش. تيجي هنا في سيرش جاليري، هتلاقي ان تيك توك عامل لك حاجه حلوه قوي. تلاقيه عامل لك تمبلت للايفنتات بتاعته، وبدل ما نلف ونروح ونيجي، روح مسطب ده في الاول. تيك توك بس ماشي، مش تيك توك بيكس. ونرجع بقى. احنا لما دوسنا هنا الاول على تاج، انا بس عايزك تبقى في الحته دي منظم، وتبدا بقى تسمي الحاجه باساميها، علشان جوجل تاج مانجر في الحته دي صعب جدا. يعني لو نسيت اسامي الحاجه خلاص كده ممكن الدنيا كلها تبوظ منك وتضطر تلف كتير جدا علشان تفهم بس هو فين راح فين. والبيس كود هو بيسمع بيج فيو في نفس الوقت اللي بيسمع فيها على الويب سايت كله، يعني هو بيسمع على بيج فيو على كل حته، فاحنا هنسميها بالشكل ده. ونيجي هنا، احنا لما دوسنا هنا من شويه كان في كاستم اتش تي ام ال بس، دلوقتي بقى في تيك توك. هنروح دايسين عليه، شايفين دي بقى ده اللي احنا خدناه هنا، ده الكود ده. ناخد الكود ده نعمل له كوبي كده، ونروح على تاج مانجر وندوس كده، ونيجي بعد التريجر اللي احنا قلنا عليها من شويه ايه اللي يحصل عشان الكود ده يفاير. طب احنا كده كده عاوزينه يفاير على كل البيجز، عايزينه يقرا كل البيجز. نعمل سيف. كده تيك توك بقى عندي على الويب سايت بتاعي. طيب اتاكد ازاي ان هو بقى موجود على الويب سايت؟ تاني نروح راجعين للويب سايت، بس قبل ما نرجع لازم تدوس سبميت. وانت بتسبميت هتسمي كل فيرجن باسمها، عشان لو حصل حاجه وعاوز ترجع في الهيستوري تقدر ترجع على الحاجه اللي انت عايزها. اي تيك توك بيس كود، عشان نتاكد ان هو بقى موجود هناك. تمام تمام. بابلش. تعال بقى نروح على الويب سايت وندوس كده اهو، بيقول لي ان في هنا كود اخره او اسمه ذا بيرفورمانس سكواد اصلا. خلاص هو ده الكود اللي احنا كنا مسمينه هنا، ده اللي احنا كنا واخدينه اهو. الكود بتاعنا كود سيتنج، عشان نتأكد ان هو ده الكود بتاعنا اهو، ذا بيرفورمانس سكواد. تمام تمام. طيب عايزين نكمل بقى، هنعمل ايه تاني؟ ده البيس كود. اول حاجة بقى هنبدأ نعملها فيو كونت. هي الناس بتدخل تشوف الويب سايت عندي، بتشوف المنتجات ولا ما بتشوفش المنتجات، ولا ايه الدنيا بتاعتهم؟ اي تي ام اهو. هاجي هنا تاجز، واعمل تاج جديد هسميه بقى، هسميه تيك توك فيو كونتنت. هدوس كده، هاجي اختار تيك توك دي، هلاقي كده دي بتاعت اللي انت تسيت اب بس الكود عليها، دي ما ينفعش اللي انت تستخدمها علشان تعمل الايفنتات. طيب هجيب الايفنتات بتاعتي ازاي؟ تعالى بس ناخد دي كوبي، اقول لك نجيب الايفنتات ازاي بكل سهولة من غير اي اكواد من غير اي حاجة. نيجي هنا في تمبلتس، فاكرينها؟ احنا هنا سطبنا تيك توك، عاوزين بقى نسطب تيك توك بيكسل اهو. تيك توك بيكسل، دوس عليها add to workspace add.
عايز اقول لكم ان الحته بتاعت تيك توك دي هم سابقين بيها كتير، يعني هم سابقين بيها حتى فيسبوك، سابقين بيها كتير قوي. ازاي هم الحاجه بتاعتهم سهله جدا وبتتصدر بسهوله، يعني هم بيتطوروا بشكل كبير جدا، وده اللي عجبني فيهم. نيجي هنا بقى ندوس نيو، نشوف. لقيناها اهي، تيك توك بيكسل. عاوزين الكود بتاعنا اهو، هنرجع ناخد الكود نحطه هنا. حد بقى يقول لي طيب هو الكود كده هيقعد يفاير؟ لا، هو انت بتقول له هنا ان الايفنت ده بتاع الكود ده، وهنيجي تحت هنا دلوقتي في الادفانسد سيتنج، هقول له ان في ايفنت بيفاير قبل ده. ايه اللي بيفاير قبل ده؟ هقول له ان تيك توك بيس كود بيفاير قبل ده. تمام، هو ده تبع تيك توك. فيو كونتنت محطوطه تلقائي. في كل حاجه بالنسبه لنا تمام. دي الحته دي احنا هنجيلها في حته بيرشيز كمان شويه. هاجي بقى للتريجر. ايه التريجر؟ انا عاوز تريجر لفيو كونتنت اللي هو شايف الكونتنت بتاعي. فانا عندي طريقتين. يا اما طريقه اروح اجيب اليو ار ال، اجي كده. انا هشرحها بس اقول لكم على طريقه احسن منها دلوقتي. فيو كونتنت يو ار ال. هاجي كده هقول له يا عم ايوه انا عايزه لما يعمل بيج فيو لصفحه معينه. ايه الصفحه المعينه دي؟ يكون اليو ار ال بتاعها فيها. هنرجع هنا للويب سايت. لما نفتح اي منتج على وورد بريس، اي وورد بريس، هتلاقي ان اي منتج فيه الحته المشتركه دي، كلمه برودكت. واخدها هنا احطها كده، سيف. سيف. كده هو هيبدا يعد فيو كونتنت. اعرف ازاي بقى؟ هل محتاجه سبميت علشان اروح اعرف وكده؟ لا، انا هعمل بريفيو المره دي بقى. والمره الاولى كنت ممكن اعمل بريفيو برضو اشوف هل الايفنت هيفاير معايا ولا لا. بياخد وقت في البريفيو. تمام. بص، اول ما فتحت ايه اللي فاير؟ بيقول لي البيس كود فاير. فيو كونتنت لسه ما فايرش. ليه؟ لان احنا ما رحناش على منتجات اهو. طب لما نروح بقى على المنتج، دخلنا المنتج اهو، نرجع فيو كونتنت عمل فاير. والبيس كود فاير مرتين، لان احنا قلنا اللي هو هيشتغل مع كل الصفحات بتاعته. فهو فعلا هو اشتغل مع الصفحه الاولى والثانيه. وفيو كونتنت اشتغل مع المنتجات بس. طيب، اقول لكم تعالى نجرب حاجه تاني. تعالى ندخل على سياسه الخصوصيه ونشوف هل فيو كونتنت هتفاير ولا لا. ادي سياسه الخصوصيه. نرجع، هتلاقي ان فيو كونتنت لا، هي ما عملتش اي فايرنج لان انا ما دخلتش على منتجات. لكن الكود بتاعي لسه متابع هو العميل بيعمل ايه. طيب، ادي طريقه اللي انا اعرف فيو كونتنت. طب هل في طريقه تانية غير اللينكات؟ لو انا شخص ما بستخدمش لينكات، لو انا مثلا مسطب كارت فلو، لو انا مستخدم اي تول بتخلي ان مفيش لينكات واضحه زي كده، ايه اللي انا ممكن اعمله او ايه اللي ممكن يكون اكيوريت اكتر؟ اقول لك تعالى نشوف ايه اللي ممكن يكون اكيوريت اكتر. تعالى نرجع للبيج فيو. انا بدور دلوقتي هل الداتا لاير بتبوش اي داتا نقدر اللي احنا نستخدمها اصلا، ولا مش بتبوش اي داتا. انا لقيتها بتبوش داتا اهو عند فيو ايتم. ادي الداتا لاير اللي احنا سطبناها هناك بالتول. لما قلت لكم احنا هنعرف دلوقتي احنا ليه سطبنا التول دي، او ليه حطينا البلجن بتاع الجي تي ام. بيقول لي اللي انت لما بص على المنتج
فاير حاجه عنده اسمها فيو ايتم، في ايتم حد شافه والعمله بتاعته مصري والفاليو بتاعته 700، وادي كل المعلومات بتاعته. شايفين بقى كم المعلومات اللي احنا قدرنا نوصل لها؟ تعالوا بقى ناخد دي ونعمل حاجه اكيوريت اكتر من اللينكات. ادي فيو كونتنت اهي، او فيو ايتم اللي هو خدها، وخلينا ناخدها كده اهي. ادي فيو ايتم، تعالوا نعمل بيها تريجر افضل. اجي هنا، ادي ده، لا ده البيس كود، الفيو كونتنت. ايه التريجر التاني بقى؟ هقول له لا ما تستخدمش لينكات. امال هتستخدم ايه؟ هستخدم تريجر جديد، نيو تريجر، فيو كونتنت كاستم ايفنت. ايه كاستم ايفنت؟ يعني ايفنت معمول مخصوص عشان الحاجه دي. واحنا طبعا شغلنا الكاستم ايفنتس كلها، او الانهانسد اي كوميرس ايفنت كلها من على التول اللي احنا استخدمناه. اهو كاستم ايفنت اهي. هيقول لي ايه الكاستم ايفنت نيم بتاعك؟ اهو فيو ايتم. اي فيو ايتم على الويب سايت هتسمعه اللي هو فيو كونت. سيف، سيف. طيب انا ليه بعمل ده؟ ليه عملت الحركه دي؟ وليه هعمل الكلام ده؟ شفت كل الداتا الزياده اللي جات لي هنا دي؟ انا مش عايز اضيعها. انا لو تركت باللين، يعني انا عاوز اديكم الحاجه السهله، بس مش عايز اديكم الحاجه السهله اللي ما يدينيش عليها. انا عايز اديك الحاجه السهله اللي تبني عليها. يعني النهارده لو خلصت التراكنج ده زي ما بقوله لك، ورحت بعد كده تسطب جوجل اناليتكس، هتلاقي كل الداتا بتاعتك موجوده وصح، وتقدر تعتمد عليها، وتقدر تبني، وتقدر تعمل اناليسيس قوي جدا. فانا مش هقول لك على اللينكات، انا هقول لك على افضل طرق تستخدمها باذن الله. اروح جاي هنا كده واقول له، شفتوا الحته دي هنا؟ واقول له يوز جوجل اناليتكس اي كوميرس داتا لاير. شفت كل الداتا اللي احنا بصينا عليها هنا دي؟ انا بقول له استخدمها، وحطيت التريجر بتاعها كمان، وهعمل سيف. طيب تعالوا نعمل بريفيو تاني نشوف هل هي هتفاير اصلا معانا ولا لا. زي ما احنا شفنا المره اللي فاتت، اول لما بتفتح البيس كود بيفاير، فيو كونتنت مش بيفاير. هندخل بقى على منتج، نرجع لتاج مانجر، هنلاقي ان الاثنين فاير. انا عاوز اوريك حاجه بس هنا. تعالى على البيكسل وعرض المحتوى اللي هي فيو كونتنت اهي، وتعالى بص على الحاجه بتاعتي. ماشي، ده الكونتنت اي دي. الكونتنت اي دي ده من ايه؟ ده من الداتا لاير اللي احنا لسه قايلين عليه. اقفل ده بقى، نرجع تاني نكمل كده. احنا عملنا ايه؟ عملنا اول حاجه فيو كونتنت. ايه اللي بعدها؟ اللي بعدها اد تو كارت. طيب الاد تو كارت هعملها ازاي؟ هاجي نفس الحكايه، انا هاخد ده كوبي عشان ما اقعدش اخد اللينكات تاني. وهاجي كده اروح مسمي ده اد تو كارت، وهاجي هنا اختار اد تو كارت، وكل الاعدادات بتاعتي بقى اللي انا واخدها قبل كده اهي موجوده معايا، عشان كده انا بعمل كوبي. بس هاجي اغير التريجر طبعا اهو. اجيب التريجر التاني منين بقى؟ التريجر التاني اجيبه منين؟ هروح على البريفيو بقى. يعني المره اللي فاتت جبنا هنا من فيو ايتم. تعالوا بقى نجرب نعمل اد تو كارت ونشوف ايه اللي هيحصل. الويب سايت هنا ما فيهوش اد تو كارت. تعالوا ندور بره على اد تو كارت. مفيش اد تو كارت. تعالوا نشوف لو دوسنا على اشتري الان دي اللي ممكن يحصل. خلي بالكم اللي انت دخلت على التشيك اوت ده اختصار، بس ده بيخليك تعدي على الاد تو كارت في مرحله. فتعالوا نرجع هنا كده. دخلنا على التشيك اوت على طول، بينج تشيك اوت على طول.
طيب دي مشكله. ده الويب سايت ده كان معمول مختصر، ما كانش فيه اد تو كارد. بس على العموم احنا لما نيجي نعملها هتلاقي ان الاد تو كارد ليها حاجه زي هنا كده، وهتبقى شبه دي. فخلينا نعملها. بس احنا مش هنقدر نعمل لها تيست هنا على الويب سايت ده، فانا مش هعملها اختصارا. بس هي فيها حته هي نفس الحوار، هتاخدها من هنا. الاول الناس كانت بتتراك بالكليكس، يعني الناس بيقول لك داس على الزرار كام مره. انت مش هتدوس على الزرار كام مره، انت هتيجي هتروح عامل تريجر جديد اهو، وهتسميه اد. هتيجي هنا على الكاستم ايفنتس، وبتكون عامله كده بالظبط، اد تو كارد. هتعمل لها سيف وهيسمع معاك. احنا بس مش هنعمل تيست للايفنت ده علشان الويب سايت اللي معانا مش عليه الايفنت ده اصلا عشان نتست. ماشي. نيجي للي بعده بقى. ايه اللي بعده؟ اللي بعده تشيك اوت. دي بقى اصلا دي اللي احنا كنا عندها. فنرجع تاني بقى، اهي اللي تشيك اوت موجوده اهي، وشايفين الداتا اللي موجوده في اللي تشيك اوت. طيب تعالى نشوف احنا هنعمل ايه. هنيجي هنا طبعا فيو كونتنت، نعمل كوبي منها تاني، كوبي، اروح جاي هنا تشيك اوت. هنزل هنا هغير، هعملها تشيك اوت تشيك اوت اهي initiate تشيك اوت. احنا اصلا هنلاحظ ان هنا هتلاقوا ان تيك توك اساميه غريبه جدا. يعني هي تشيك اوت وبرشز، هتلاقي initiate تشيك اوت وكومبليت بيمنت وبليس ان اوردر. ده هو عامل الفانل الطويله دي ليه؟ عشان هم كانوا بيستهدفوا في البدايه ان البلاتفورم بتاعتهم تنفع على اي ويب سايت بيلدر. ومن ضمن الويب سايت بيلدرز اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت كان شوبيفاي. فشوبيفاي طويل كده، في عليه انيشيتد تشيك اوت واد تو كارد وكومبليت بيمنت وبليس ان اوردر، فهو كان حاطط له كل حاجه. بس احنا طبعا هنستخدم اللي موجود للويب سايت بتاعنا. يعني الويب سايت بتاعنا هنا في الحاله دي ما كانش فيه اد تو كارد، فانا كنت ممكن ما اعملوش اصلا. لكن لو انت عندك على الويب سايت اعمل. طيب اهي كل حاجه موجوده. نيجي بقى للتريجر. ازاي اجيب التريجر بتاع بينج تشيك اوت؟ هاجي هنا اهو، هاخده زي ما هو كوبي، واروح راجع اقول له نيو. ايه ده؟ لا انا عايز دي. ويمكن في ناس كتير في شرح التراكنج بتحب تفصل لك ما بين الفاريبلز وما بين التريجرز وما بين الايفنتس، بتعمل كل حاجه بشكل عكسي. انا بحب اخدها وان شوت، الايفنت بالتريجر بتاعه بكل حاجه بتحصل جواه، علشان ما نقعدش نلف، يعني ما نفضلش نروح ونيجي. هو الايفنت بيخلص معايا من اول مره يعني. واختار بينج تشيك اوت، هدوس سيف، ونشوف هو هيقراها ولا مش هيقراها. هنرجع لنفس النقطة، والنقطة دي دايما اللي بتأكد لك هل التراكنج بتاعك صح ولا غلط. أول لما الويب سايت اتفتح البيس كود بس هو اللي فاير. لو أي حاجة فاير دي تاني معاه تعرف إن التراكنج غلط. يعني في ناس بتركب الحاجات غلط، بيحط الاد تو كارد غلط أو التشيك اوت غلط أو الفيو كونتنت غلط. فأنت لو دول فايرد معاك من البداية اعرف إن في حاجة غلط. لو عملوا كده يبقى أنت كده لسه ماشي صح. نيجي بقى نروح فاتحين منتج، هتلاقي ايه اللي هيفاير هنا معانا. المنتج بيفتح هناك، هتلاقي ايه اللي هيفاير. اهي فيو كونتنت دخلت معانا. تعالى بقى نروح على اشتري الان اللي هتودينا على التشيك اوت، نشوف ايه اللي هيفاير. اللي انا عملت له اد تو كارد فايرد، دي حاجه.
نيجي بقى التشيك اوت، فايرد برضه. طيب ليه الاد تو كارد فايرد؟ انا قلت لكم من شويه ان اللي انت رحت على التشيك اوت بتتحسب ان انت عديت على اد تو كارد، حتى لو انت عامل الويب سايت بتاعك مختصر فهو هيقراها. انا لما حطيت الكود اراها، انا كتبت الكود مانوال من غير ما اجيبه من هنا فاراها، لكن هي مش موجوده في الاستراكشر بتاع الويب سايت. لا اهي موجوده، ان هو عمل اد تو كارد اهو. قلت لكم هو بيختصر، بس مستحيل الاختصار ده يعدي على جي تي ام، وده سر حبي الجي تي ام. جي تي ام ما بتعديش عليه اي حاجه، طالما انت مسطب عليه الكلام هيفضل رايح وجاي وهيعدي معاك وهيجي، مش هيعدي عليه اي حاجه. ادي التشيك اوت كمان فاير. طيب هل هي فايرد عندي على الويب سايت؟ لا، الويب سايت عندي لسه بيعد حاجات تاني. يعني انا لسه هنا ما عملتش ايه، لسه هنا ما دوستش اصلا سبميت، دوست السبميت الاخيره دي لسه. طيب ايه تاني عندي؟ ايه تاني عندي ممكن اللي انا اقدر اتراك؟ ادي كمان خطوه تشيك اوت. فاضل لي في الاخر البيرشز، او انا بعملها على كومبليت بايمنت، في ناس بتعملها على بليس ان اوردر، ما فيش اي فرق. الفكره ان انت تبقى عارف هو البيرشز على انهي ايفنت. فلو عندك البيرشز على ايفنت بليس ان اوردر هتروح في الكامبين تختار بليس ان اوردر، وانت بتختار الاوبجيكتيف بتاع الكامبين من البيكس. لو عاملها على كومبليت بايمنت هتختار كومبليت بايمنت، فمش مهم انت تختار ايه قد ما انت تبقى عارف وانت بتلونش الكامبينز بتاعتك. نيجي بقى على في كونتنت برضو، نروح عامل لها ايه بقى، نروح عامل لها كوبي، نروح جايين هنا في فيو كونتنت، نروح مغيرينها على كومبليت بايمنت. كومبليت بايمنت عايز التريجر بقى بتاعي. هنرجع تاني، هنمسح دي فيو كونتنت، وعاوزين نعمل تريجر للكومبليت بايمنت. هنرجع هنا طبعا ونكمل الدنيا بتاعتنا، تأكيد الطلب عشان اجيب الايفنت ده. المفروض كده ان هو تمام، ولو بصينا فوق هنلاقي ان في حاجه واحده بس هي اللي بتفاير، استعراض الصفحه ما عملش فاير على اللي انا اشتريت. ازاي بقى؟ ازاي ما عملش فاير؟ لان انا اصلا لسه ما سطبتهاش. اهي بيرشز اهي، ادي بيرشز ومكتوبه بيرشز. عشان كده بقول لكم هو تيك توك غريب شويه في التسميه بتاعته، هي بيرشز في كل حته. هسميها كده بيرشز كاستم. وحاجه من ضمن الحاجات المهمه للناس اللي مهتمه بمذاكره التراكنج، آه ذاكر دايما التراكنج اللي يفيدك. يعني انت عطلت في نقطه روح اتعلم التراكنج بتاعها. مش لازم نبقى مهندسين، احنا مش مبرمجين، بس احنا لازم نتعلم الحاجات اللي تسيرف على الشغل بتاعنا. وانت بتتعلم الحاجات دي اتعلم الالترناتيفز، ايه البدايل اللي رايحه هنا وهناك، وايه الكلمات اللي احنا بنعوض بيها عن نفس الحاجه. يعني ايفنت هي تاج، وبرشز عند الفيسبوك هي كومبليت بيمنت عند تيك توك. فانت لازم تبقى عارف الحاجات دي علشان ما توقفكش. اعمل سيف، نعمل سيف كده، نعمل بريفيو. ريفيو بقى عشان نتاكد الشغل بتاعنا صح ولا غلط. تاني اللي بيفاير الكود، الايفنتات ما فايرتش، فانا كده ماشي صح.
كده مفيش ايفنت متسطب غلط. ادخل كده، المفروض ايه اللي هيفاير هنا تاني معايا؟ فيو كونتنت. فيو كونتنت هي اللي فاير، مفيش حاجة تاني فايرد غيرها. ماشي. وهنا هنلاقي ان البلجن كمان بتفاير معايا عرض المحتوى. ماشي، حلو قوي. هنزل كده اعمل اشتري الان. طيب، انيشيتد تشيك اوت هي اسمها عند تيك توك اتمام عمليه الشراء. اسمها عند تيك توك اتمام عمليه الشراء. احنا هنا مش اشترى، لا هو دخل على التشيك اوت. نرجع هنا، إيه اللي فايرد معايا بقى؟ اد تو كارد والتشيك اوت الاثنين اهم. ماشي. طب انا هشتري، تاكيد الطلب. المفروض يفاير ايه بقى معايا لما ادوس على تاكيد الطلب؟ اخر ايفنت بتاع بيرشيز. اه، استكمال الدفع ده اسمها على تيك توك اللي هي كومبليت بيمنت اللي احنا عملناها، ونرجع هنا نلاقي كومبليت بيمنت. طيب، احنا كده خلصنا. اه. ازاي ده؟ في ناس بتشرح فاريبلز، تقعد تقول لنا الفاريبلز ونعمل فاريبلز عشان يقرا البرايس ويقرا الكرنسي ويقرا كل الكلام ده. اقول لك تعالى نرجع هنا كده وندوس على دي كده، وندوس على استكمال الدفع. ايه ده؟ الكرنسي اي جي بي، والفاليو 210. ولو دوسنا كده هنجيب اسم المنتج والاي دي بتاعه والكونتنت تايب برودكت والكوانتيتي اللي انت اشتريتها والبرايس بتاع الواحده. فلو انت اشتريت اكتر من واحده هيبدأ يسمع معاك بحاجات تاني. طب هو احنا جبنا الكلام ده كله منين؟ يعني بصوا البرايس اهو 180، وفي شحن 30، راح قايل لك البرايس 180 والفاليو 210، ده زائد ده. هي المعلومات دي كلها جت منين يا جماعه؟ الناس بتقعد تعمل فاريبلز وتروح وتيجي علشان تجيب المعلومات دي. ازاي احنا جبنا المعلومات دي يا جماعه؟ ارجع اقول لك تعالى بقى، احنا عملنا تو تريكس النهارده. لو اي حد شغال تراكنج هيكون خد باله منها. لو حد مش شغال تراكنج، انا بقول لك انت خدت طريقه ادفانسد سهله جدا. يعني احنا جمعنا الحمد لله ما بين الحاجتين، ادفانسد وسهله جدا. تقول لي ادفانسد سهله جدا ازاي؟ هقول لك ان الداتا دي كان بيتعمل لكل واحد فاريبل. بيتعمل للبرايس فاريبل وللكرنسي فاريبل وللايتم فاريبل، وكل حاجه بتعمل لها فاريبل. طب احنا ما عملناش وقريناها ازاي؟ هقول لك على التريكه دي. طالما انت وصلت في الفيديو لحد هنا، شايف دي انهانسد اي كوميرس اللي احنا فعلناها دي؟ شغلت لنا كل الفاريبلز اللي هناك. طيب ماشي، مفيش مشكله، الناس كلها بتمشي على الحته دي. اشمعنى احنا قريناها بقى من غير ما نعمل فاريبلز؟ اقول لك تعالى اقول لك التركه الثانيه بقى. عشان انت كده خلصت الكورس، انت كده حضرت الكورس كله. اقول لك تعالى هنا، شايف البلجن دي اللي محدش بيستخدمها دي؟ اقول لك انزل كده، ومحدش جرب يقعد يقلب فيها ويستخدم كل حاجه. افرك في كل حاجه، جرب كل حاجه. انا فاكر في انترفيو قال لي ايه اللي بيميزك عن غيرك؟ قلت له اللي انا بنكش في اي حاجه. قال لي احنا في انترفيو بتقول لي بنكش؟ قلت له اه انا بنكش في اي حاجه لحد اما اتعلمها الحمد لله. انا قعدت انكش لحد اما لقيت يوز جوجل اناليتكس اي كوميرس داتا لاير. قلت اجرب، تعال نجرب كده نعملها نشغلها، وتعال نجرب ما نشغلهاش. ايه اللي هيحصل؟ ما شغلتهاش لقيت الايفنتات بتسمع عادي من غير فاريبل. طب شغلتها لقيت اللي بيحصل، لقيت ان الفاريبلز مسمعه عندي. كل حاجه انا مش محتاج اسطبها. لما اجي اعمل اناليتكس بقى اسطبها. لكن انا دلوقتي كده انا خلاص خلصت. بالنسبه لي تيك توك انا مش محتاج اعمل حاجه تاني في تيك توك. وعايز اقول لكم ان الحته دي كانت تريكي جدا، لان الناس شايفين الاكواد عامله ازاي. انت لو خدت اي فاصله من دول غلط الكود بتاعك كله ضرب. فانا بنصحك استخدم الطريقه دي، ما تبعدش عن الطريقه اللي انا شرحتها. لو وقفت قدامك حاجه تعالى اسالني. لو دخلت في حته الاكواد اتعلم كودنج بقى. انا مش بقول لك، مش بخوفك من الاكواد، بس بقول لك اتعلم كودنج. وده سر مهاره ناس كتير قوي في التراكنج اللي هم عارفين اكواد. فلحد لما نتعلم اكواد تعالى نمشيها بطريقه سهله، بطريقه صحيحه، ما توقعناش في اي غلط، وتخلي التراكنج بتاعنا مظبوط 100%. ده التراكنج كله. طبعا قبل ما نقفل، عشان انا وقعت في الغلطه دي كتير قوي، لازم ندوس سبميت.
خلي بالك انت ممكن تخلص كده وما تدوس سبميت، خلاص كده راح. هنسميها ايه بقى هنا؟ هنسميها تيك توك ايفنتس، وندوس سبميت او ندوس ببلش. وكده انت تكون عملت التراكنج بتاعك كله. انا ما اعرفش احنا خدنا وقت قد ايه، بس احنا خدنا اقل من ساعه على تاج مانجر، وده رقم حلو جدا. شكرا لكم على السيشن دي، اللي انتوا سمعتوا السيشن دي. لو حد عنده اي سؤال يسأل على الفيديو بتاع السيشن. عندك الجروب بتاعنا ذا بيرفورمانس سكواد، تقدر تسألنا انا ومأمون في اي وقت، تبعت لنا على الاكونتات الخاصة بينا لو حصل معاك اي حاجة. وطبعا معاك الفيديو ريكوردد زي ما وعدنا، تقدر ترجع له في اي وقت، تقدر تسمع اي حتة، تقدر تعيد اي حتة تاني معايا. ربنا يوفقك، وكده هتبقى خلصت حته التراكنج. روح بقى جرب، اعمل الكامبينز بتاعتك، وان شاء الله تطلع ريزلت. وما تقفش في التراكنج على كده. انا اديت هنت كده في الحته هنا ان انت هتروح بقى تسطب اناليتكس الفتره الجايه علشان تشوف الارقام من عليه بشكل اوضح. ولو هتستخدم سناب شات لازم تستخدم اناليتكس، لان سناب شات مش اكيوريت زي تيك توك. يعني تيك توك كده تمام، كل ارقامك تطلع صح عليه باذن الله، لكن سناب شات لو عملت كده برضه ارقامك مش هتطلع صح. فانت لازم تستخدم اناليتكس. بس كده، شكرا ليكم، السلام عليكم.